السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم دايركتور في اوريفليم. جايه النهارده اجاوب على سؤال مهم، وخاصه من الاعضاء اللي هم لسه داخلين جدد. دايما يسالوا هل لازم انا اتعلم السيستم وادخل بنفسي واطلب فيديو؟ المره دي ليهم اللي بتنضم معايا، سواء كان منتج شخصي او مبيعات او اداره، لازم يكونوا ملمين بالسيستم. طبعا لو اداره وبزنس ده شيء اساسي، ان انا ببقى ملمه بكل فنيات السيستم. اما لو انا منتج شخصي او لو انا مجرد مبيعات، ليه لازم ان انا اتعلمه؟ طبعا لانك انت بتخشي بتطلبي بنفسك، كل واحده عارفه احتياجاتها احسن كتير من انك تقولي لي اطلبي لي اعملي لي كذا، لا لحقت العرض، لا ما لحقتوش. عكس ما تكوني انت اللي بتدخلي بنفسك وقت ما بيظهر العرض بتلحقيه. وخاصه ما تنسوش اوقات العروض ده بيبقى كارثه علينا كلنا، لان المنتجات مثلا محطوط مثلا عدد 1000 قطعه محطوط على السيستم، بتبتدي مثلا من الساعه 10. هتلاقوني دايما برفع بوست بكتب فيها من الساعه 10 هيتفعل العرض. البنات بقى طب خشي اعملي لي ده على ما ادخل لدي واخرج من الكود ده واخش على الكود ده. انا نفسي اقول ان كل الناس بتبقى قاعده على الابليكيشن، وقت ما العرض بيبتدي بمجرد بدايته بتلاقي كله بيعمل اوردراته، ففي خلال دقائق بسيطة بتخلص كل المنتجات، لأنها بتبقى محددة بعدد قطع معين. مثلا 1000 قطعة للمنتج ده، 1000 قطعة للمنتج ده. فطبعا كله بيبقى قاعد، واللي بيعرف السيستم كويس هو اللي بيستفيد بالعرض كامل، عكس اللي لسه هتدخل ولسه هتقولك اطلبي لي. على ما تخلص القصة دي بتكون كل شيء انتهى، ودخولك على السيستم بتعرفي تحسبي كل الخصومات اللي ممكن تنزلك او الهدايا اللي بتنزلك، وتقدري تتأكدي بنفسك هل فعلا مثلا الشحن بيبقى مجاني لو انا حطيت بديل شحن، هل فعلا ليه هدية لو انا وصلت لمعدل نقط معين. فحتة ان انت حتى ولو منتج شخصي اتعلمي بنفسك، خشي ادخلي اطلبي بنفسك، وانا معاكي عامل مساعد بساعد كل. ولو عندك اي استفسار او حابه تتعلمي فنيات ان انت تخشي تطلبي ازاي وتنزلي الهدايا وتعرفي العروض والخصومات وتعرفي نسبه الخصم اللي اتحسبت لك قد ايه، تواصلي معايا فورا، وانا هتواصل معاكي خلال 24 ساعه، انا او اي حد من التيم معانا، وتنوري الفريق.